بيبدأ فيلمنا في مدينة كوستا فيردي في أمريكا الوسطى مع بنت اسمها يوكي، واللي بتكون موجودة في مبنى عالي وسايبة تليفونها شغال على نشرة الأخبار اللي بتعلن على إن برونو دياز رجل الأعمال الأشهر في المدينة هيلقي خطاب وهيعلن فيه إنه هيعمل اتفاقية مع رئيس الجمهورية، وده لرفع الحظر التجاري عن المدينة. لكن الصدمة إن في خلال الخطاب ده بنسمع صوت ضرب نار من الغرفة اللي يوكي قاعدة فيها، وعلى شاشة التليفون بنلاقي برونو دياز اتعرض للاغتيال. بعدها بنشوف المحقق فرانكلين واللي كان بيتكلم مع وزير الداخلية وبيقول له انه هيقبض على الشخص اللي عمل كده في اسرع وقت ممكن. وفي اثناء المكالمة بتيجي المساعدة بتاعته واللي اسمها كلوفر وبتقول له انها لقت شعراية في مسرح الجريمة، والشعراية دي بترجع لقناص امريكي اسمه بيكت. فبيطلب فرانكلين قوة خاصة تروح تقبض على بيكت، وبنروح لبيكت واللي كان قاعد بيلعب بلاي ستيشن وملوش دعوة بالموضوع خالص. لكن مرة واحدة بيسمع صوت طيارة وبيتصدم لما بيلاقي القوات الخاصة بتقتحم بيته، وهو خارج بنلاقي يوكي وهي مراقبة اللي بيحصل، لكن شكلها اتضايقت جدا لما شافت بيكت اتقبض عليه. وبنلاقيها بتكلم شخص مجهول وبتقوله على اللي حصل وبتسأله عن الخطة البديلة، فبيقول لها انه بعد ما يتم استجوابه هينقلوه لمكان مشدد الحراسة، لكنه هيبعت فريق عشان يعترض طريقهم. وفي واحد من البيوت الأمينة التابعة للCIA كان فرانكلين بيستوجب بيكت وبيقول له احنا عارفين انك قتلت برونو دياز. فبيستغرب بيكت جدا لانه ما عملش حاجة اصلا، فبيسأله فرانكلين اذا كان والده متورط في الموضوع، فبيتفاجئ بيكت اكتر وبيقول له ايه علاقة والدي اصلا بالموضوع ده. بس في اللحظة دي بيقاطعهم المحقق زيرو وبيطلب من فرانكلين انه يحقق مع بيكت، فبيقول له فرانكلين انه قدامه دقيقة واحدة بس ويخلص التحقيق ده. والغريبة ان المحقق زيرو بيكون مصدق ان بيكت ملوش ذنب وبيقول له انه هيحاول يساعده. وبعدها بيدخل فرانكلين عليهم وبيقول لزيرو ان الوقت خلص وبياخدوا بيكت ويمشوا. بعدها بيروح المحقق زيرو لكلوفر وبيطلب منها توريه المكان اللي اتضربت منه الرصاصة اللي قتلت برونو دياز، فبتوريه كلوفر المكان وبتقوله ان البيت ده كان بيبعد عن مكان برونو اكتر من كيلو ونص، ومفيش شخص محترف في القنص اكتر من بيكت ممكن ينفذ هجوم زي ده. بيتفق معاها المحقق زيرو، لكنه بيقول لها ان كل الاشخاص اللي موجودين في المكان اما وزراء او سياسيين، لكن في واحد منهم صاحب شركة أدوية، وبيسألها تفتكري ايه اللي جاب صاحب شركة أدوية جنب الناس دي، فبتتفق معاه كلوفر لأول مرة. وبعدين بنروح لبيكت اللي كان بيتم نقله لمكان تاني وبنشوف مجموعة من الروس وهم بيتحضروا لقطع الطريق على موكب الشرطة. وبعدين بنلاقي يوكي وهي بتسمع الشخص المجهول واللي بيقول لها انها ما تتدخلش الا للضرورة القصوى. وفعلا وهم في طريقهم بيتعرض لهم الروس وبيقتلوا الحراس اللي كانوا مع بيكت، لكن واحد من الحراس دول بيتسلل ورا واحد من الروس وبيكون عايز يقتله قبل ما يروح لبيكت، لكن بتقدر يوكي انها تصطاده بكل سهولة. وبيقدر بيكت انه يفك نفسه في اخر لحظة وبياخد مسدسات الحراس اللي كانوا لسه في العربية، ولما بيقرب عليه الروس بيقتل 2 منهم في نفس اللحظة. وبيحاول بيكت انه يهرب من المكان، لكن بتضرب عليه يوكي طلقة جديدة، لكن ولحسن حظه الضربة ما بتجيش فيه وبيقدر يهرب. وبالليل بنشوف المحقق زيرو وهو بيقابل صاحب شركة الأدوية اللي كان موجود في المؤتمر اللي مات فيه برونو دياز، وبنعرف إن اسمه دونالد. فبيسأله زيرو وبيقول له إيه اللي يخلي مدير تنفيذي لشركة أدوية يكون موجود في مؤتمر زي ده، فبيرد عليه وبيقول له إن برونو كان صديقه، وكمان تجارة الأدوية بتمثل جزء مهم جدا من التجارة بشكل عام في المدينة، وإنه لازم يكون موجود وقت المؤتمر. في الوقت نفسه بيعرف فرانكلين ان بيكت هرب، لكن المساعدة بتاعته بتقوله انه كان في قناص في المكان، فبيستنتج فرانكلين ان القناص ده كان توماس والد بيكت وهو اللي قدر يهربه. فبيؤمر رجالته انهم يدوروا على توماس ويقبضوا عليه. وفي اللحظة دي بتظهر كلوفر وبتقوله انهم قدروا يحددوا مكان العربية اللي بيكت هرب بيها، فبيؤمر فرانكلين رجالته انهم يروحوا لمكانها. وبنشوف بيكت وهو بيحاول يسرق عربية تانية عشان يهرب بيها، لكن بيظهر 2 من الشرطة وبيقبضوا عليه. ومرة واحدة بيضرب بيكت الاتنين وبيركب عربية واحد من اللي كانوا واقفين وبيهربوا. وبعدها بنشوف كلوفر وهي بتتكلم مع المحقق زيرو وبتقوله على كل اللي حصل، وبتقوله ان فرانكلين ما يعرفش انها بتتواصل معاه، فبيقول لها احنا الاتنين اللي هنكشف براءة بيكت وهنكشف الحقيقة. بعدها بيروح المحقق زيرو يقابل شخص اسمه فينيكس وبيسأله عن محاسب اسمه جوش،
لكن بيقوله إن جوش تعبان وواخد أجازة طويلة. فبيسأله زيرو عن اليوم اللي حصل فيه اختراق أمني، فبيقوله إن جوش في اليوم ده كان سهران مع صحابه وكان سكران، وده اللي خلاه يجي تاني يوم وهو مش فايق ودخل مكان مش مكانه، وعشان كده أجهزة الإنذار اشتغلت. ولما بيسألوا زيرو انتوا ليه ما بلغتوش الشرطة بالاختراق ده، قال له فينيكس إن الموضوع ما كانش مستاهل تدخل الشرطة لأنها غلطة موظف والموضوع ما كانش مستاهل ضجة يعني. ولما زيرو بيسيبه بيتصل بكلوفر وبيقول لها إن قدام بيت جوش، لكن وهما بيتكلموا بيتدخل فرانكلين وبيسألها بتكلم مين، وبيبدأ يزعق لها لما بيعرف إنها بتتكلم مع زيرو، وبيطلب منها إنها تركز على بيكت. فبتعتذر له كلوفر وبتكمل شغلها، ولكنها بتبعت رسالة لزيرو وبتديله اسم واحد من الروس اللي كانوا عايزين يقتلوا بيكت واللي بيكون اسمه فاسيلي، وكمان بتديله عنوان المستشفى اللي اتحجز فيها. فبيروح زيرو المستشفى اللي موجود فيها وبيطلب من الدكتور انه يصحيه، وبيسأله عن الشخص اللي خلاه يهاجم عربية بيكت، لكن فاسيلي ما بيردش عليه وبيقوله انه ما يعرفش اي حاجة. ولما زيرو بيتعصب عليه وبيضربه بيقوله انه فعلا ما يعرفش الشخص اللي كان بيكلمه، وانه لما كان بيكلمه في التليفون كان بيسمع صوت مروحة طيارة هليكوبتر. والناحية التانية بنشوف بيكت مع توماس والده في الغابة، واللي بيكون عارف اللي حصل وان في حد عايز يورط ابنه في اغتيال برونو دياز. بعدها بنشوف فرانكلين وهو بيروح يفتش في بيت بيكت، وهناك بيلاقي دعوة كانت مبعوثة لبيكت ومنها بيعرف مكان والده فين. لكن زيرو بيلاقي صورة قديمة لبيكت وهو في الجيش، بس الصدمة انه بيلاقي ان فينيكس كان معاه في نفس الصورة، وبيطلب من كلوفر انها تتحقق من صورته. فبتصدمه اكتر وبتقوله ان فينيكس ده شخص اسمه الحقيقي كلارك، وكان مطلوب للعدالة لانه قتل عدد كبير جدا من الناس. بس الاغرب بقى ان مكتوب في الملف بتاعه انه ميت من 5 سنين. وبنروح لبيكت اللي كان قاعد مع والده توماس، وبنعرف ان توماس كان قناص محترف جدا زمان لكنه قرر انه يعتزل المهنة. ولما بيكت بيسأله عن السبب بيقوله انه كان زمان في مهمة في فيتنام هو وصديق عمره، وكان مطلوب منهم انهم يقتلوا شخص، بس الشخص ده قدر ان هو يقبض على صاحبه وما كانش قدام توماس غير انه يضرب طلقة واحدة عليهم هما الاتنين، ويا اما يقتل الشخص المستهدف لوحده او يقتلهم هما الاتنين مع بعض. ولكنه للأسف غلط وقتل الاتنين، وفضل عايش طول عمره حزين على صاحبه. وتاني يوم بنشوف المحقق زيرو وهو بيقبض على المحاسب جوش وبيسأله عن فينيكس لأنه كان شاكك فيه. في البداية جوش كان بينكر، لكن استخدم زيرو طريقته المفضلة وبدأ يعذب فيه لحد ما اعترف له ان فينيكس بيطلع عمولة غير شرعية لنفسه من التغيرات اللي بتحصل في سعر الأسهم في الشركة، وان فينيكس طلب منه يخترق النظام وهدده انه هيقتل زوجته وعيلته لو ما تعاونش معاه. والناحية التانية بنشوف فريق مسلح اسمه دلتا بيروح لبيت توماس عشان يقبض على بيكت، وبيكون فرانكلين وباقي المحققين متابعينهم لحظة بلحظة. لكن توماس وبيكت بيكونوا عرفوا انهم جايين، وتوماس بيدخل بيكت في نفق موجود في بيته وبيخرج ليهم. وفي الوقت نفسه بيتصل المحقق زيرو بفرانكلين وبيقول له ان بيكت بريء وانه عارف مين المسؤول عن اغتيال برونو دياز. لكن في اللحظة دي بيتعرض رجالة فرانكلين للقنص، فبيقول فرانكلين لزيرو ان بيكت هو اللي عمل كده، وبنلاقي فريق دلتا تم قتله بالكامل. لكن في الوقت نفسه كان توماس بيحاول يحدد مكان القناص ده، وبنشوف بيكت وهو بيرجع بالبندقية بتاعته وبيشوف اخر جندي وهو بيتقتل، وساعتها بيعرف مكان القناص اللي بيضربهم فين. ولما توماس بيشوفه بيتعصب لانه كان موديه النفق ده عشان يهرب من المكان اصلا، بس بيكت بيطلع في برج موجود في وسط الغابة عشان يحمي نفسه من القناص ويحاول يقتله. وبنعرف ان القناص اللي هم بيدوروا عليه ده هي يوكي، وفي الوقت اللي بتكون هتقتل توماس فيه بتلاقيه باصص ناحية البرج، فبتعرف انها كده بقت مواجهة 2 ضد 1، ولو ضربت على واحد فيهم التاني هيحدد مكانها وهيقتلها في الحال. وعشان كده بتستخدم ذكائها وبتضرب على ايد جندي لسه عايش وبيحاول يقوم، ولما بتضربه البندقية اللي معاه بتضرب نار بشكل عشوائي، وساعتها قدرت يوكي تشتتهم وتهرب منهم. لكن توماس بيعرف هي رايحة فين وبيقول لبيكت على المكان اللي يمشي منه عشان يقطع عليها الطريق، وفعلا بيقابلها بيكت وبيبدأ القتال بينهم. وبرغم ان يوكي اتفوقت عليه في القتال وكانت على وشك انها تقتله، لكن في اللحظة الاخيرة بيظهر توماس وبيقبض عليها. وفي الوقت نفسه بيروح المحقق زيرو لبيت فينيكس وبيقدر انه يعطل اجهزة الانذار عشان يكسر الازاز ويفتح الباب من جوه ويقدر يدخل. وبعد تدوير كتير بيلاقي بطاقة بيكت وكمان بيلاقي تذاكر لقوارب. وبنرجع تاني لبيكت واللي بدأ يتواصل مع فرانكلين وبيوريه يوكي وبيقول له ان هي دي اللي قتلت رجالتك. فبتروح كلوفر
كلوفر تبحث عنها وبتعرف انها من عصابة الياكوزا اليابانية ولقبها سيدة الموت. فراح فرانكلين قال لبيكت خليك عندك وانه هيبعت له فرقة تانية تقبض عليها، فرد عليه بيكت وقال له انه مستنيه. وبنروح لزيرو اللي راح لصاحب القارب اللي فينيكس بيركبه، وبيعرف ان القارب ده بيروح ل3 جزر مختلفة. ولما بيلاقي طيارة هليكوبتر جاية من ناحية جزيرة منهم بيفتكر كلام فاسيلي لما قال له انه ما كانش بيسمع المكالمة لان اللي مأجره كان بيبقى راكب طيارة هليكوبتر. فبيسأل صاحب القارب عن الجزيرة دي، فبيرد عليه وبيقول له ان فيها فيلا كبيرة وصاحبها بيجي كل فترة، فبيطلب منه انه يوديه الجزيرة دي. بعدها بنشوف بيكت وهو مقبوض عليه، لكن فرانكلين بيفكه وبيعتذر له انه كان شاكك فيه طول الفترة اللي فاتت دي. بعدها كلوفر بتوريه ملف القضية وكمان بتوريه صورة فينيكس، وأول لما شافه تعرف عليه بسهولة لأنه كان معاه في الفرقة في الجيش. بعدها فرانكلين بيؤمر رجالته إنهم يرحلوا يوكي لمكان آمن، فبيقول له بيكت إن اللي بيعمله ده غلط وإنهم ممكن يستفادوا منها وتكون طعم يقدروا يصطادوا فينيكس بيه. فبيسمع فرانكلين كلامه وبيرجعوها مرة تانية وبيطلبوا منها إنها تساعدهم، لكنها بتقول لهم إنها مش هتعمل حاجة غير لما يكون معاها حصانة. فبيقول لها فرانكلين إنهم هيشيلوا من عليها كل الجرائم اللي عملتها في أمريكا وهيرجعوها اليابان مرة تانية. فبتوافق يوكي وبتقول لهم إنها اتفقت مع فينيكس إنها تقتل بيكت. فبيطلب منها بيكت إنها تتصل بفينيكس وتقول له إنها قبضت عليه ومش هتسلمهوله غير لما تاخد باقي فلوسها. وفعلا بتتصل يوكي بفينيكس وبتقول له إن بيكت معاها، ولما بيقول لها اقتليه بتقول له إنها قتلت 10 أشخاص وما خدتش أي فلوس، فهي مش هتقتل بيكت وهتسلمهوله بعد ما تاخد فلوسها وهو يتصرف معاه بقى. فبيوافق فينيكس وبيبعت لها عنوانه في رسالة. بس ساعتها فينيكس بيلاحظ وجود زيرو في الفيلا، ولما زيرو بيدخل الفيلا بيلاقي صورة لدونالد صاحب شركة الأدوية وبيفهم إن هو اللي ورا كل اللي حصل. لكن فينيكس بيضربه وبيوقعه على الأرض وبيبدأ القتال بينهم. لكن في النهاية بيحاول فينيكس إنه يغرق زيرو ويخلص منه، بس في اللحظة دي بيظهر دونالد وبيمنع فينيكس إنه يقتله. ولما بيقبضوا عليه بيقول لهم إنهم اتكشفوا وإن الشرطة عرفت حقيقتهم ومسألة وقت ويتقبض عليهم. فحاول فينيكس إنه يموته، لكن في اللحظة دي الجرس بيرن وبتكون يوكي ومعاها بيكت، وبنشوف رجالة فرانكلين وهم بيحاوطوا الفيلا علشان يحموا بيكت من أي خطر. ولما فينيكس بيفتح لهم بيحاول بيكت يمثل إنه اتفاجئ، بس هم بيحاولوا إنهم يخلوا فينيكس يطلع بره عشان توماس يقتله ببندقية القنص بتاعته، لكنه بيرفض وبيطلب منهم إنهم يدخلوا. فبيتعصب فرانكلين جدا عشان كده خطتهم باظت، وبيطلب من رجالته إنهم يقتحموا المكان. ولما بيدخلوا بيشوف فينيكس الجنود فبيضرب يوكي بالنار وبيفك بيكت نفسه وبيحاول يضربه، لكن بيقدر فينيكس إنه يتغلب عليه وياخده كرهينة عشان يهرب. وفي الوقت ده يوكي بتحاول إنها تهرب لكنها بتلاقي زيرو مربوط فبتروح تنقذه. والناحية التانية بنشوف توماس وهو خايف يضرب نار لأنه افتكر الحادثة اللي حصلت مع صديق عمره وخايف إنه يضرب عشان الموضوع ما يتكررش للمرة التانية والمرة دي يخسر ابنه للأبد. لكن بيكت بيشجعه وبيقول له إنه واثق فيه، وبصعوبة شديدة جدا بيضرب توماس طلقته وبيقدر انه يقتل فينيكس. والناحية التانية بنشوف دونالد وهو بيحاول يهرب لكنه بيتفاجئ من وجود يوكي واللي ضربته وسلمته زيرو، وبكده يكونوا نجحوا انهم يقبضوا على العصابة اللي قتلت برونو دياز. وبيكت بيشكر المحقق زيرو انه ساعده في انه يثبت براءته، وبيروح بيكت لوالده وبيحضنه، فبيقول له توماس ان دي اصعب طلقة ضربها في حياته. بعدها بنشوف المحقق زيرو وهو بيتكلم مع يوكي وبيقول لها انه عرف انها كانت متعاونة معاهم، لكن يوكي بتتفاجئ ان زيرو بيتكلم ياباني بطلاقة. بعدها بيقول لها ان طيارتها هتفوتها وده معناه انه هيساعدها انها تخرج من البلد زي ما هم وعدوها. وفي نهاية الفيلم بيقول لها Let me introduce myself. Lady Death. My name is Zero. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم. وطالما انت وصلت لحد هنا يبقى عجبك الملخص. ما تنساش بقى تعمل لايك وتكتب كومنت وتقول لنا رأيك في الفيلم ومين اكتر شخصية عجبتك. شكرا.